السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى ان شاء الله بإذن الله هنعمل لكم كده الكبدة المشوية بالرد. إيه، وصفة كده سهلة ولذيذة وكمان مفيدة جدا جدا. وبصراحة يعني حاجة كده فاخر من الآخر زي ما بقولوا. احنا طبعا زهقنا بقى من كتر ما احنا بنعمل كبده اسكندراني وبنعمل كبده برضو المقليه وبصراحه هي الكبده يعني كتير كتير هتاخدوا منها كتير يعني. انواعها كتير وبتشكل بكل شكل. انا عملتها النهارده مع طبق مكرونه. فبصراحه الولاد بسم الله ما شاء الله يعني شكروا فيها جامد يعني. المهم احنا ان شاء الله باذن الله كده هنبتدي بدايه سعيده كده مع بعض. إيه، لان انا طبعا الايام اللي فاتت دي انا كنت كسلانه شويه من ناحيه القناه. فان شاء الله باذن الله من هنا وجاي او من هنا ورايح باذن الله هنبتدي نشتغل شغل حلو. ان شاء الله باذن الله يا رب الوصفه تعجبكم وندخل بقى على المفيد. انا معايا هنا حله كده على النار. شوحت فيها بصلايه قطعتها كده مكعبات صغيره بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وحطيتها في شويه زيت على النار. تمام كده يا قمر انت وهي معانا هنا طبعا مكرونه بسلق فيها. ومعايا حوالي 10 فصوص توم هحطهم على البصلايه دي اللي هي بتتحمر دي. وهنديلها كده تشويحه حلوه كده تديلنا اللون الاصفر. انا اسفه على صوتي طبعا. بعد كده بنحط عليها الصلصه او بنحط عليها الطماطم ونسيبها تتسبك كده مع بعضها. وتاخد وتدي كده لغايه ونحط لها البهارات بتاعتها. معايا هنا بقى الكبده حوالي نص كيلو من الكبده متقطعه شرايح كده، او بصراحه دي ما كانتش متقطعه شرايح قوي. بس هي المفروض كانت تبقى مترقعه عن كده يعني شويه. ضفت لها معلقه من الثوم المهروس وضفت لها حوالي معلقه من الصويا صوص. وشويه خل وليمونه وكمان كمون وشويه ملح. تمام كده. ولو عندك بهارات اللي هي الكبده ممكن تحطها عادي يعني. بهارات الكبده بتديها تيست عالي جدا وبتخليها بسم الله ما شاء الله يعني واو تبقى حاجه كده مختلفه شويه. انا بقى ما عندي هنا شويه رد. عارفين الرده اللي هي ايه؟ اللي هي النخاله بتاعه الدقيق او بتاعه القمح. النخاله بتاعه القمح. بس طبعا دي كانت عندي مش شارياها ولا حاجه يعني. هقلبها كده هحطها كده في الرده زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل بتاعنا ده. شايفين؟ عارفين البانيه؟ شبه البانيه بس انا هعملها بالرده. مش هعملها بانيه. زي ما قلت لكم كده القطعه دي لازم تكون كانت تكون ارقى من كده شويه. بس معلش بقى نظرا للظروف الصحيه يعني ما يعني كبرت دماغي كده زي ما بيقولوها يعني. او المفروض اصلا هي تكون جايه من عند الجزار متقطعه شرايح كده بس احنا كبرنا برضه. فهبتدي بقى جبت انا النخاله دي يعني. طبعا هي بتشترى في كل المحلات. اللي عايزها يعني بيقول لهم مثلا رده. فهي موجوده في كل الاماكن. بس دي يعني عشان احنا كان عندنا القمح الطبيعي يعني كده. فاحنا نخلناه وقمنا واخدين النخالة دي يعني بنستخدمها بقى بشوي بيها السمك او بعمل بيها الحاجات اللي انا محتاجاها اللي هي زي دي. وساعات بعمل بها عيش اللي هو عيش السن بتبقى جميلة جدا. فضمناها يعني فاهمين ضمناها يعني قدام ربنا طبعا يعني. انا كده هخلص الكمية بتاعتي كده بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما تبلتها طبعا يعني وانت سايباها لما اتبلت واتحطت شويه في التتبيله بتاعتها كده حوالي يجي ساعه او اكتر. إيه، او ممكن تعمليها من بالليل كمان. بحيث ان انت اما تيجي مثلا تقليها يعني ايه تتعمل معاكي بسرعه وما تأستكش معاكي. عشان ما تحطش على النار كتير. انت بتعملها بالطريقه دي يعني وبتتبلها ممكن من بالليل يعني انا قمت من الصبح بدري وتبلتها وسبتها. فما بتيجي بقى بتعمليها بقى عشان طبعا حاطه فيها شويه خل وحاطه فيها صويا صوص عذرا. بتبتدي بقى تستوي معاكي على طول ومش بتأستك معاكي ولا حاجه. تمام كده يا قمر انت وهي. انا هنا هخلص الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى في طاسه على النار وهحط لها شويه زيت صغيرين مش شرط يكون كتير يعني ممكن يكون معلقتين. لو انت عندك شوايه طبعا عندك الجريلا بتاعتك ممكن تدهنها زيت كده بسهوله كده. ويعني بالراحه كده ممكن معلقه زيت هتدهن الجريلا بتاعتك. بس انا بصراحه ما عنديش جريلا يعني فحطيتها في طاسه كده على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وههد عليها النار بقى على الاخر. يعني مش تقولي بقى ان لان طبعا ان انتوا عارفين ان اي حاجه فيها مخبوزات او فيها دقيق بتتحرق بسرعه. انا حطيت معلقتين اتنين من الزيت على في الطاسه بتاعتي وهبتدي بقى ايه اهد على النار. شايفين يعني انا قلبتها وهي كانت بالمنظر ده. يعني لازم هي تستوي من جوه. لازم تستوي لازم تحس كده ان هي
اما بتحطي الشوكة كده فيها مش بتديكي مثلا، ما بيطلعش معاكي دم ولا حاجة. طبعا انا قعدت اكتر من يجي 10 دقايق او يمكن كمان ربع ساعة، لان انا مهديها النار عليها على الاخر. ربع ساعة اقلبها على الجنب ده والجنب ده، كل شوية اقلبها على جنب تاني. طول ما انا واقفة بقلبها على الجنب ده والجنب ده، بحيث ان انا اضمن ان هي استوت، واضمن كمان ان هي ما فيهاش دم من جوه. لان زي ما قلت لكم ان المفروض ان هي كانت كانت تتقطع شرايح اكتر من كده، بس انا يعني ايه ما حصلش نصيب يعني. المهم استوت طبعا واخدت معانا الشكل اللي احنا عايزينه وتمام التمام. وطبعا اتاكدت منها الاول بان انا حطيت الشوكه، واتاكدت ان هي ما فيهاش دم من جوه. وقلت لكم قعدت معايا اكتر من يجي ربع ساعه او حوالي ربع ساعه. وده كان الشكل النهائي بتاعها. بصراحه جميله وكانت واو، وحاجه كده مختلفه مع المكرونه. كانت بصراحه يعني تحفه. بألف هنا يا رب على اللي اكل منها. وبصراحه الوصفات السريعه دي يعني ما خدتش معايا والله حوالي، الموضوع كله ما خدش معايا حوالي تلت ساعه او اقل كمان. فقومي كده وبطلي كسل، وما تبقيش شبه حالاتي كده كسلانه والبرد مأثر عليكي. واعملي طبق حلو كده لاولادك وحاجه سخنه في تدفيهم. وطبعا احنا عارفين المكرونه دي من اكتر الحاجات اللي لازم تتاكل سخنه كده. فانا عملت طبق المكرونه ده، وعملت اللي هي البتاع دي اسمها ايه اسمها ايه ال- الكبده بالرده. يا رب تكون نالت اعجابكم، ولايك وشير لو ما تزوجوا بسيط.